أهلاً بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا من متابع على صفحة رسائل المنام على التيك توك. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. المتابع بيقول: حلمت إن ليا أجنحة من ريش لونها أسود وبطير بس قريب قوي من الأرض، وفي حد ماسك حبل كان عاوز يمسكني وما قدلتش. طيب، تعالوا دلوقتي نشوف الرموز الموجودة في الحلم وإيه تفسير الحلم. أولاً، الأجنحة والطيران. الأجنحة في الأحلام رمز قوي جداً للحرية، والطيران معناه إنك عايز تخرج من وضع معين أو عندك طموح وتفكير إنك تبدأ حاجة جديدة. بس كونك بتطير قريب من الأرض ده معناه عندك رغبة في التغيير، لسه فيه خوف أو تردد، أو إنك لسه مرتبط بواقعك ومش قادر تنفصل عنه بالكامل. ثانياً، لون الأجنحة أسود. اللون الأسود هنا مش شر بالضرورة، لكن غالباً بيدل على هموم أو ضغط نفسي، أفكار تقيلة شاغلة بالك، أو تجربة صعبة مريت بيها ومؤثرة عليك. ثالثاً، الشخص اللي ماسك الحبل ده أهم رمز في الحلم. الحبل عبارة عن قيود أو سيطرة. الشخص ده ممكن يكون حد في حياتك بيحاول يتحكم فيك، أو ظروف شغل، أهل، علاقة حاسس إنها مربوطة فيك. رابعاً، إنه ما قدرش يمسكك دي نقطة إيجابية جداً، معناها إنك عندك قدرة تهرب أو تتحرر، وإن القيود دي مش هتستمر، وفي قوة جواك رفض السيطرة. في الآخر، رسالة حلمك بتقول إن نفسك تتحرر وتغير حياتك. في قيود أو ضغط حواليك، لكن عندك القوة إنك تفلت وتعدي. والله أعلم. لو الحلم قريب من اللي اتقال في التفسير ده، اكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو. واللي عنده حلم محيره أو متكرر يشاركه برضه في الكومنتات بالتفصيل، يمكن تفسير صغير يبدل إحساسك ويطمنك. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتستنوا تفسير حلم جديد من رسائل المنام.